السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. الدنيا مقلوبة على محمد رمضان. محمد رمضان عمل ايه؟ محمد رمضان كان في حفلة في امريكا وطلع لبس فيها بدلة رقص. بتقولي بدلة؟ ايوه، بدلة رقص، وتلف بالعلم المصري كمان، وكان بيرقص. يعني حاجة الواحد مش عارف يقول ايه، والله الواحد ما عارف يقول ايه. يعني راجل يلبس بدلة رقص ويرقص في امريكا ويتلف كمان بالعلم المصري. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ليه يا ابن الناس كده؟ ليه بتهين علم بلدك؟ بتهين علم بلدك ليه؟ وغير كده البدلة نفسها الناس كانت فاكرة اللي هو اللي على الصدر ده ترتر، طلع مش ترتر، لا، ده المصممة مصممة له البدلة الرقص دي. الحاجات اللي بتلمع قدامكم دي اللي انتوا فاكرينها ترتر، لا، دي العملات المصرية القديمة. احنا جهلة مش عارفين فاكرينها ترتر وحاجات من اللي بتبرق دي اللي هي بتاعت بدل الرقص. طلعت لا، طلعت العملات المصرية القديمة. فطبعا مش مسموح اي حد بيسيء للعلم المصري، ده جريمة وممكن يتحبس فيها. اي حد بيسيء او بيبوظ العملات المصرية برضك بيتحبس فيها. ازاي يعني؟ انا مش فاهمة ازاي. زي ما بيقولوا الفنان محمد رمضان يظهر بالمظهر ده كل الدنيا، كل الناس، حتى زمايله، حتى يعني الشعب المصري كله زعلان، كله متضايق بالمنظر الصعب اللي طلع بيه ده. ليه بتبهدل نفسك؟ ليه بتعمل كده؟ ليه تمسك علم بلدك وتلفي بيه وترقص بيه؟ هو انت فاكر كده ان الناس هتبقى فرحانة بيك ونجوميتك هتزيد وتبقى يعني فوق في السماء؟ بالعكس، انت كده جبت نفسك في الارض. كل الشعب المصري زعلان. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايه ده فنانين ايه دي اللي تعمل كده؟ يلا يا بنات عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.